دكتور، دايما المصري معروف بصبره الطويل. هل صبره ده بيكون تخطيط وحكمة لليوم المناسب اللي يرد فيه كرامته؟ وازاي نقدر نربط بين صبره ايام الهكسوس وصبر المصري في انتصار 6 اكتوبر؟ المصري معروف بطبيعته الكبيرة في التحمل، يقدر ان هو يتحمل الشدائد ويتحمل الصعاب، يقدر يتحمل المشاكل الطبيعية من فيضانات من مجاعات، وبالتالي بيقدر ان هو يضرب المثل في القدرة الكبيرة على الصبر والتحمل. حتى في مواطن الاحتلال هنلاقي ان هو قدر ان هو يستحمل وجود الهكسوس، مش حبا فيهم ولكن رغبة في الانتقام في الوقت المناسب، ان هو يقدر في الوقت المناسب لما ينظم نفسه، لما يقدر ان هو يبقى عنده قيادة حكيمة، يقدر ينظم صفوفه، ياخد التوقيت السليم بالترتيب السليم، ويقدر ان هو ينتصر الانتصار بيستنى الوقت المناسب. هو ده اللي حصل في 73. احنا قعدنا 6 سنين ننظم الجيش، كان عندنا دفاع جوي منهار، ابتدى ان احنا نبني نظام الدفاع الجوي. بعد 3 شهور من نكسة 67 حققنا انتصار في البحرية لما غرقنا المدمرة إيلات. بعدها بشهر عملنا معركة راس العش وانتصرنا على العدو الإسرائيلي. خضنا 3 سنين معارك عنيفة جدا اللي هي حرب الاستنزاف، ودي أرهقت العدو بشكل كبير جدا. وكانت انذار ان مصر هتقدر تحارب في التوقيت اللي هي بتحدده، اللي حصل يوم 6 أكتوبر 73.